فيه والعدد اللي مشارك، طبعا هذه حتدي المنتخبات انه انا اكون الافضل يعني في الموقع هذا. طبعا كاس عالم المدرب يعني يمكن مسك الفريق قبلها بشهر ونص او شهرين، طبعا هو الاقرب لتولي يعني قيادة المنتخب بحكم انه يعني خدم فترة طويلة، ولكن في البعض يمكن زعلان يعني من استبعاده، ولكن نحن ننظر للامر الحالي يعني اللعيبة اللي موجودين. طبعا شفنا لهم عدة مباريات يعني ودية، ولكن كمجموعة يعني انا اشوفها مجموعة كويسة، ولكن تحتاج الى تجانس اكثر. يعني انا اتمنى لهم التوفيق للامانه، يعني حكم ما قال يعني كابتن سعدون يعني هناك منافسات حتكون شرسه، وحنشوف على مستوى المنتخبات يعني المفاجات يعني في كاس العالم. ويمكن ان شاء الله يعني المنتخب حيفاجئ ان شاء الله الجميع يعني بالمجموعه اللي موجوده، واتمنى ان شاء الله انه اللعيبه يكونوا حريصين بحكم يعني تمثيل المنتخب للمحافل هذه يعني لعدة مشاركات. أتمنى إن شاء الله أنه يقدموا شيء مختلف وشيء يعني إن شاء الله يليق بالكرة السعودية إن شاء الله. عبد الله، مستوى المنتخب في الوديات ايش رايك فيه إذا تابعته؟ طبعا المباراة الأخيرة اللي فازوا عليها 3-0 دي، هذه يعني أعتبرها زي كنا تقسيم المنتخب اللي قدام الفريق. حتى المدرب بالتشكيله اللي دخل في الشوط الاول تعرف 11 لعب بالمجموعه الثانيه 11، فاحس انه زي اللي كانت تقسيمه. لكن المباراه الاولى هي اللي كانت يعني كانت هي اللي بروفه قويه للمنتخب. كان الفريق واقف صح الملعب، الرسم التكتيكي شوف ابو عابد، يعني احنا المفروض كرياضيين واحنا برضو كخبره ما نكون واقعيين يعني صراحه. احنا ما نبغى نطلب المستحيل. اليوم انت مرت علينا تذكر كاس 94 يذكرني مدرب البن هاكر اللي انشال قبل كاس العالم واستقطب سولاري قبلها بشهر برضو. تذكر ابو عابد؟ صحيح. فاليوم دونس نفس اللي صار لنا في 94 نفس الشيء، لكن هي المجموعه هي اللي ساعدت المدرب سولاري في 94 كلعب بطولات اكثر وتحقيق نعم. نعم. لكن اليوم مستويات يعني كويسه. الدونس يحاول الان كمدرب، احنا ما نقدر ما نطلب من المستحيل، هذا الواقع وهذا الواقع الرياضي والفني برضه. ما تطلب من المستحيل، هو قاعد يحاول انه يسوي انسجام، يحاول، لان الانسجام زي ما قالوا في خالد نقطه مهمه دي. الانسجام يجي في شهر؟ ما يجي اللعيبه هي الان، انا دائما اذا جاء مدرب جديد. طب ايش يجي؟ الكوره في ملعب اللعيبه. اللعيبه عارفين بعضهم وتعاصروا بعضهم في منتخبات ويعني قريبين لبعض، فهم لازم يشيلون الحمل عن المدرب. ايوه، فني داخل الملعب. الان في الفتره هذه خاصه مدرب، الفتره فتره قصيره جدا، زي ما صار في كاس العالم 94 فتره. احنا شنو فاتكلم لك. طبعا احنا عندنا مباراه السنغال الاخيره هي برضه بتكون بروفا الاقوى. انا حتى يعني كنت ما ادري ان في مباراه السنغال، بس يوم عرفت ان المباراه الاخيره هذه ما عجبتني، لان قلت زي ما قلت تقسيم، لكن كتوليفه اللعيبه مجموعه انا عجبتني لان احنا عندنا مستحقات. ثاني شيء في شيء في دونس انا سواه بس قاعد احلله فنيا صار لي فتره، اللي هو يوم اختار 26 لاعب من ضمنهم 4 في خانه واحده الاظهر اليمين. هذه انا شنو الفكره وتنسيق صالح بالشمال. طبعا احنا ما نروح بالاسامي، لكن انا اروح للنظره بعيد، الاستحقاقات اللي جايتنا 27 واللي قلناها. يمكن اعتقد هو اكيد المدرب اقرب زي ما قال خالد، وانا لاعب اكيد دائما اقول المدرب الاقرب. لكن اليوم انت في كاس العالم وين بتروح؟ في الوضع الحالي الان اللي احنا منتخبنا في الاوضاع الان، الازمه وشهر ومدرب جديد وتوليفه، ظروف يعني وين تبغى تروح في الكاس العالم؟ انت من قبل كنت مستعد كويس ويعني ما رحت بعيد. هي 94 تاهلت دور 16 هي الانجاز، لكن الان انت وين بتروح؟ هنا السؤال. اذا ايش تبغى من المنتخب؟ شو الملاحظه انا عليه؟ انه يوم 4 ظهر في خانه واحده. طيب صالح محمد بالشمات
مدرب القادسيه يلعب بتكتيك 3-5 وصالح بالشمات ماخذ راحته. محمد بالشمات قبل المباراه الاخيره لعب وسط. ايوه ليش؟ لان هو كان المدرب لاعب وسط. انا فكرت كذا خالد بالضبط فنيا حللته كذا واستبعد صالح بالشمات. صالح بالشمات لانه يلعب يوم لعبه في اول مباراه بيمين مش مكانه لان ستايل صالح في زي ستايل مصعب. اي بس ليش زي ستايل مصعب. هذا واحد. اثنين عندنا انا اتكلم بعد على نقطه وما بطول يلا اللي هو اللي هو السن. احنا محتاجين سن صغير عشان نبني عليهم عشان نقدر ندخل فيهم المستحقات القادمه. هذا الملاحظه الوحيده بس. طيب يوسف، تعتقد انه الاختيار كان الانسب هو دونس؟ الوقت الحالي هو المناسب له صراحه. طيب بالنسبه للمجموعه اللي اختارها والمجموعه انا اتوقع ان هذه افضل مجموعه عندك. واللي نسقهم يعني ممكن حسب قناعة شو اسمه. ليش تو يوم يقول عبد الله ان اختار 4 ذا يمكن يبغى يوقف على داخل مع عبد الله بس خليت عبد الله لانه الاربعه اللي اختارهم ويمكن يبغى يوقف لاخر لحظه على المناسب للبطوله في اسم الاربعه. فانا اتوقع ان المجموعه هذه كويسه مع دونس وان شاء الله انهم يوصلون مراحل ان شاء الله مفاجآت زي 94 يعني ما كنا متوقعين ان بنوصل ووصلنا الحمد لله يعني. بس استعداد 94 بس 94 غير. لو تلاحظ نحن بدأنا بطولة القارات. صحيح بس انا اقصد كاس العرب في انا اقصد كمفاجآت البطوله. لعبنا كاس الخليج في الدوحه 12 وجبنا الثاني. صحيح. يعني فريق توليف لا وتفريقنا 6 شهور. هذا غض النظر يعني قرار ولكن هي الان يحتاج اللعيبه اخوي محمد يحتاج اللعيبه الحين الروح الوطنيه. نعم فيها كمنظومه. نعم الروح الوطنيه هذه بتذل كل العوامل. هي النقطه اللي اقول الكره في ملعب اللعيبه الان هم اللي يشيلون المدرب. هذا اللي يقوله. وزي ما قال اخوي خالد هذه كلمه قلتها انا في كره القدم تحصل مفاجات في كاس العالم. ايوه تحصل في مجموعه المفاجات على العدد المنتخبات الان 48 منتخب. بس هل منتخبنا يعني المجموعه اللي موجوده قادر على انه يعني يتعدى هذه يعني خلينا نكون منطقيين ما نبغى اكيد منطقيا. ليش انا اقول لك ولكن يعني نحن مع المنتخب نحن نشجع المنتخب نحن نساند المنتخب نحن نساند الاتحاد السعودي كل العاملين في المنتخب نحن نتمنى لهم التوفيق وساندينهم. صحيح يعني سند اول صف اول مساعد وهذا اقل واجب وهذا اقل واجب يعني ونتمنى انهم يوصلوا لمراحل ابعد. الخبره حتلعب دور لانه انت تلعب ضد منتخبات يستغل. انت لا تنسى ربع متر مو نص متر. لا تنسى خالد عندنا اللي هو احسن ثوالث. هذه فرصه حق المنتخب زي ما صار عند بلجيكا. نحن ما نحط الامل على انه نوصل ثوالث. نحن نحاول احنا نتكلم على الشيء التقديم صحيح اللي يستاهل يعني اللي يبيض الوجه في قلت لك الوقت الحالي الان الروح الوطنيه اذا لعبوا فيها كمنظومه يعني ما يجيني لاعبين تلقاهم في الملعب في الملعب والبقيه ذا لا كمنظومه. طب انت تفضل انه لا يعني مثلا انه المدرب يقفل ورا؟ لازم يلعب 5-4-1 5-4-1 لازم ما في. اذا ما يلعب كذا هو 5-6 هو ليش اختار 4؟ يعني ايش الغرض من انه يلعب 5 يعني تبغى يلعب ب3 مدافعين؟ شوف ابو عابد لا تبغى يلعب ب3 مدافعين. ايوه يلعب ب3 مدافعين. طيب ومحاور كم؟ يلعب 5-3-1 يلعب 5-4-1 يلعب خلينا نتكلم. انت اخترت 3 مدافعين 2 محاور صاروا 5 الان. ايوه طيب والاظهره؟ الأظهرة يطلع من واحد من هنا ومن هنا خلاص. ال5 هذه اللي في الخط الخلفي و2 محاور وقدامهم جناح وسط يمين ووسط يسار ويلعب واحد راس حربة. هي 3 تكون مع الأظهرة اللي هو شوف ابو عابد تلعب ضد اسبانيا اذا تفتح اللعب. لا خلينا في البدايات. ايوه في البدايات زي ما تفضلت انت في البدايات كلها ايوه لازم تقفل
مهمة جدا. 5-1 بس سعدون زيد العبء عليك يعني. لازم تعرف الكرة هذا الامر صلي على النبي حتى نقطع الكوره يعني كثير. في التحولات. لا انك تهاجم ولا ما انك في. تدافع يعني. هذا يكون الحل. العدد امامي شوف ضعيف، انت حتلعب على التعادل كذا. أي. طيب افرض جاك اول دقيقه هدف، ايش حتسوي بعد كذا؟ صح. لازم كيف حتعوض؟ طب يعني لازم حتطلع هذه على قدام. امكانياتي. طيب كانك تقول انت خلينا نلعب طبيعي. ابو عابد هذا يعني بالنسبه انا لي افضل 4-4-2 وفي 4 ما نغير من طريقه اللعب. اي عابد 4-4-2. تاريخ الكره السعوديه. أيوه. اتكلم تاريخ الكره السعوديه. ايوه اي مدرب يجي يلعب اللي قاله سعدون اي يفشل. اللاعب السعودي ما يعرف الطريقه هذه. يحب التحرر، ما يحب خمسة ثلاثة 3-5-1. نعم. اي ما حد نجح فيها. اللاعب السعودي تعود 4-4-2 خاصه المنتخب السعودي. نعم اللاعب السعودي زي ما المنتخب قالوا السعودي اي لاعب 4-4-2 هذه هذه 4-2 يا اخي الحين دفاع العالم منطقة تغير يعني. يا عبد الله. اسمع والله نوعيه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب خلينا السعودي تفضل. الحين تغير. انت تتكلم عن 94 وتتكلم عن 80 تغير وتتكلم عن فيش 6. يا تغير في اللاعبين، سعدون. كواليتي اللاعبين. اليوم كواليتي خالد اللاعبين. مسعد ما يقعد في دكه الاحتياط يا اخي. اليوم عبد الجواد يلعب اساسي في الاهلي، عبد الله صالح يلعب اساسي. متى يتطور اللاعب؟ يتطور اللاعب لما يلعب في المباريات الوديه ولما يلعب في المباريات الرسميه. هل اللاعبين المنتخب السعودي يلعبون في الدوري السعودي؟ طيب انت ما يلعبون. انت اشتغلت لازم دقيقة. انا اشتغلت في الاتفاق وعندي في المواهب في المواهب عندي احصائيات. إيه. انا عندي في لعيبه في لعيبه انا عندي لاعب موجود ما ابغى افسح لا اسمه. تذكر اسمه. لا الحق عمره 13 سنه في كاس العالم في السعوديه حيلعب في كاس العالم اساسي ومن طراز عالي ومعارضين عليه انه يروح اسبانيا. حتقول لي الاسم اجيب لك الاسم وموجود الاسم. لا ما تقول موهبه الاسم. من طراز عالي. اساسا من اللي واقف عليه؟ احنا اللي واقفين عليه. ما نسلمه اي شخص. انا استغرب يعني لاعب شخص عمره 19 سنه 20 سنه ياخذ شهاده تدريب. ليش ما تروح تلعب كوره انت؟ خلي اللي ياخذ شهاده تدريب اللي عمره 50 سنه 45 سنه 40 سنه الخبير يعني. الخبير. اليوم احنا لما لعبنا كلنا اكاديميين. اليوم لما انا اجيب الستاف معي خالد مسعد واجيب معي يوسف جازة واجيب معي عبد الله صالح اجيب محمد عبد الجواد ما التفت خلفي بالنسبه للوحده التدريبيه للاعبين. اعرف شنو دوره، لو في خطا بسيط يعلمه. هنا المشكله بالنسبه للمدربين. اليوم شهاده التدريب رخيصه جدا صدقني. لابد ان اي شخص ياخذ رخصه تدريبيه لازم يكون عنده الليفل عالي، النظره البعيده المدى. الناس ما شاركت، ما لعبت، ما مثلت منتخبات، ما صحيح. حققوا شرط يمثل. نعم لها دور. مو شرط والله اكيد لها دور. يمكن مراكز. كابتن يوسف يوافقنا في المراكز الاقليميه. يعني نحن بصراحه في نجوم للامانه. يعني انا بتكلم نجوم عن مستقبل جدة صراحة. غير اللي نعم. موجوده في الرياض وغير يعني كده. ناس زي ما تفضل يلعبوا كاس عالم جاي. ايوه في السعوديه نجوم يعني على بمعنى الكلمه يعني. طب اوصيتوا عندكم توصيات واوصيتوا؟ والله نحن ما عندنا توصيات، ولكن جاء امر بوقف المشروع. يعني هذه حتى لو وقف المشروع يعني ما نحن اعطيتوا. عندنا الامنيه انه طب ما كلمتوا احد في ينعاد الاتحاد يعني. السعودي؟ ما كلمتوا احد في والله احنا دورنا الاسماء وكلمنا ولا في توجه ثاني الان مستوى المدارس الان يا اخوي محمد. تونا احنا مغطين النهائي في جده ما شاء الله. ايه في خامات صراحه، فيه شيء مواهب صراحه يعني هذه مستقبلها في كاس العالم. تقربوا مستقبل. ابو عابد بس في نقطه مهمه بعد. انا برضو من مراكز الاقليميه في الشرقيه. كخالد في الغربيه ويوسف في الوسطى وانا في الشرقيه. انا تعاملت مع اخوي صالح خليفه ومجموعه ناصر منصور خالدين سلمان نمشان. هذا احنا في الشرقيه. وزي ما قال خالد يعني انا المشروع هذا كان اللعيبه ايش ذنبهم انه يعني المشروع هذا يتوقف. في لعيبه كانت اكتشفناها يعني ماشي صح. احنا كشافين ماشي شغلنا كشافين ونكتشف اللعيبه. حتى بعض الانديه يستعنون يجون يعني كتنسيق بيننا وبين الانديه واخذوا الانديه من المراكز. السؤال بعد اهم شيء انا بالنسبه لي الصغار يا ابو عابد مو اي مدرب يدربهم. نفس كده. انا لو تقول لي عبد الله صالح وعلى خبرتي وهذا ما اقول لك ما ادرب صغار، لان الصغار يبغى لهم مدربين
خاصين اكاديميين اكاديميين. ولا شوف مو عنده اي الخبره وعنده الصبر. ولا ابو حمود في شيء بعد انا مهم. دربت 10 سنوات في الاتفاق صاروا عمرهم 13. من 10 سنوات ل 13 سنه دربتهم، كل سنه ياخذون البطوله. طب طلع لعيبه للاتفاق عندي منهم؟ لاعبين موجودين بس موجودين؟ في الاتفاق موجودين. إيه والله موجودين. سكن الاقليمي في جده الحمد لله. وصلوا أول فريق سنة. اول؟ 2012 لا صغار توهم. أيوه. عمرهم الحين 13 سنه. إيه. موجودين في الاتفاق. شوف نحافظ عليهم. خالد. لازم نحافظ عليهم. إيه. عفوا ابو فيصل. إيه. لازم نحافظ عليهم وجود الخصخصه. اذا ما في وجود خصخصه حيروحوا. خالد يعني زي الاقليم يعني مسكنا 2012 يعني كان فريق متهالك يعني في خلال الاربع شهور 5 شهور حققنا البطوله. إيه صح. لعبنا ضد اتحاد اهلي مهد والحمد لله فزنا. يعني عندك مواهب تشوفهم الان في اكاديميات ثانيه صحيح فارقين كثير. طيب يقول خالد لك اللاعب هذا من فين؟ يقول لك هذا من الاقليمي لكن وقف الاقليمي جاء الاكاديميه الفلانيه. طيب خلينا نكون اكثر واقعيه. في اوروبا هناك في الخارج وفي البرازيل نعم يهتموا في اللاعب اللي هو مثلا حتى عمره 4 سنوات نعم 5 سنوات 6 سنوات ويبدأ معاهم الفئات السنيه. الفئات السنيه. نعم. هل هذا يعني مثلا يعني ممكن يكون موجود عندنا هنا؟ موجود والله هو موجود في القادسيه والاتفاق كل يعني من فوق 5 سنوات 5 سنوات 7 سنوات موجود. انا لا والله ما ادري. عابد شوف موضوع الاكاديميات. إيه. شوف روحتنا مع المنتخب انا بالنسبه لي كاس العالم 94 تعرفت على مدرب لاعب روسي بس صار مدرب عنده مدارس في امريكا. شوف 94 ايه واعطاني كرته وجيت امس عليه بالخير ابو محمد عبد العزيز الدوسري في الاتفاق. فقلت له هذا مدرب روسي لاعب روسي وعنده هو حق الصغار تدريب اكاديميات. شوف من سنه كم 94 تدريب ايش؟ تدريب الصغار الفئات السنيه ايه اللي